السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية مسائية لكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي القناة الأولى للتلفزيون الجزائري. نحييكم من محطة ورقلة الجهوية في هذا المباشر من برنامج مساء الجزائر. مثل ما تعودتم كأمسية كل أحد نلتقي بكم من ورقلة على مدار ساعة ونصف من الزمن. راح نتحدثوا في فقرات متنوعة، في فقرات تخص الثقافة، تخص الفن، وكذلك تخص التراث. قبل ما نعرفكم على ضيوفنا من المواضيع المقترحة عليكم مشاهدينا الأفاضل، راح نقدم لكم هذه الأغنية ثم نعود نرجع لكم من جديد. إذا مشاهدينا الأفاضل، كنا مستمتعين معكم مع هذه الرقصة الفولكلورية من عين صالح. عين صالح أردناها أن تكون هدية العدد في افتتاحية هذا البرنامج، برنامج مساء الجزائر. إذا مثل ما ذكرت، سنتحدث في الفقرة الأولى عن فقرة الثقافة والنشاطات الثقافية، كذلك النشاطات العلمية والنشاطات الرياضية ومختلف الحياة الجامعية بجامعة قاصدي مرباح بالنسبة للطلبة. للحديث عن هذا الموضوع أسعد كثيرا باستضافة السيد عبد المالك برمكي، المدير الفرعي للنشاطات الثقافية الرياضية والعلمية بجامعة ورقلة. أهلا وسهلا بك، مساك سعيد سيدي الفاضل. مرحبا أخي وزميلي أيوب، أشكرك أنا بدوري على دعوتك لي لحضور حصتك مساء الجزائر لإثراء النقاش حول النشاطات الثقافية والعلمية والرياضية بجامعة قاصدي مرباح. مرحبا بك أستاذ عبد المالك. من دون شك أن الموسم الجامعي يتميز بالعديد من النشاطات، بالإضافة طبعا إلى الدراسة. يستفيد أيضا الطالب من مختلف الفضاءات وكذلك الورشات المفتوحة له للإبداع وكذلك للتميز. في البداية حدثنا أستاذ عبد المالك عن هذه النشاطات وعن البرنامج المسطر لديكم
في جامعة قاسم مرباح بالنسبة لهذه النشاطات الفرعية؟ نعم أخي أيوب، كل موسم جامعي هنالك يعني رزنامة أو برنامج سنوي يتشكل من محورين. المحور الأول يتمثل فيما تعده أو تحضره وتنظمه مديرية الحياة الطلابية تحت وساطة وزارة التعليم العالي. نعم. حيث أن مديرية الحياة الطلابية هي الصاهر على تنظيم الحياة الطلابية من برنامج سنوي تعده وتحضره انطلاقا من المسابقات الوطنية العلمية والثقافية والرياضية، حيث هذه السنة الموسم الدراسي الجامعي 2025-2026 30 مسابقة ثقافية، 32 مسابقة علمية، و26 مسابقة رياضية، بالإضافة إلى البطولات الجهوية والوطنية والمحلية والولائية في الرياضات الجامعية. هذا القسم الأول من النشاط الذي تعده مديرية الحياة الطلابية، التي تعد الصاهر الوحيد على تنشيط الحياة الجامعية أو الحياة الطلابية داخل مؤسسة التعليم هذه مديرية مركزية، يعني نعم، في هي مديرية مركزية كل جامعة الوطن نفس البرنامج يكون. نعم، هو بالتنسيق مديرية الحياة الطلابية بالتنسيق مع الديوان الوطني للخدمات الجامعية، ينسقان مع بعضهما لإثراء برنامج رزنامة وطنية تتمثل في المسابقات الثقافية والعلمية والرياضية، بالإضافة إلى جميع مؤسسات التعليم العالي، الجامعات البيداغوجية، المدارس العليا والخدمات الجامعية. نعم، جميل جدا. هذه بالنسبة لمديرية الحياة الطلابية. نعم. أما ماذا عن مستواكم المديرية الفرعية كذلك؟ أما على مستوانا هو المحور الثاني من النشاطات الثقافية والعلمية، حيث أن المديرية الفرعية للأنشطة الثقافية والعلمية والرياضية تسهر على إعداد وتنظيم برنامج سنوي. يتمثل هذا البرنامج أولا في الأيام والمناسبات التاريخية، نذكر على سبيل الحصر 17 أكتوبر، أول نوفمبر، 11 ديسمبر، 18 فبراير يوم الشهيد، 27 فبراير، 2 ماي، 19 ماي، هذه المناسبات التاريخية. نعم. بالإضافة إلى الأيام العالمية، الأيام الصحية، اليوم العالمي للسكري، ذوي الاحتياجات ذوي الهمم، اليوم العالمي للصيدلة، أكتوبر الوردي، شهر الوردي، تنظمهم كذلك داخل رزنامة سنوية تعدها المديرية الفرعية للأنشطة الثقافية والعلمية والرياضية بجامعة قاسم مرباح بالتنسيق مع المصالح الأنشطة على مستوى الكليات والمعهدين بالجامعة. جميل جدا. يعني هنالك مناسبات مرتبطة بهذه الأنشطة. نعم، مناسبات مرتبطة بهذه التواريخ. ضمن هذا البرنامج السنوي نسطر ما يعرف بالمسابقات المحلية. كما لا يخفى على المشاهد أن المسابقات الوطنية التي تعدها مديرية الحياة الطلابية ملزمة على الجامعات والمدارس العليا والخدمات أن تنشط كذلك هي على مستوى القاعدة مسابقات محلية تؤهل إلى المسابقات الوطنية. من ضمن هذه المسابقات المحلية التي تنظمها وتسطرها مديرية الحياة الجامعية، المديرية الفرعية للأنشطة بجامعة قاسم مرباح، نذكر على سبيل الحصر ميكروفون ذهبي في طبعته السادسة. خاصة مسابقة ميكروفون ذهبي ربما تستقطب أعداد هائلة من الطلبة. هذه السنة أخي أيوب نعم. رانا نسجل في إن شاء الله في 10 و11 و12 فبراير الطبعة السادسة من المسابقة الوطنية الميكروفون الذهبي. رائع. نحن في جامعة قاسم مرباح نظمنا المسابقة المحلية الميكروفون الذهبي التي تؤهل المسابقة الوطنية، كذلك نظمنا التنشيط على الركح مسابقة محلية، ننتظر في شهر رمضان إن شاء الله منشد الجامعة وفرس القرآن. نعم، زملائنا طبعا إذا كان بعض الصور عن هذه النشاطات جاهزة حتى أيضا يتم، نعم، راح نتابع أيضا بعض الصور لنشاطات. نعم، هذه أيام تحسيسية حول الأمراض المنتشرة في المحيط الجامعي. هذه من صور من البطولات المحلية التي نظمتها جامعة قاسم مرباح بالتنسيق مع الخدمات الجامعية. جميل. في الرياضات الجامعية والفردية. هذه المسابقة الطبعة الأولى للمحاكم الافتراضية التي أشرفت جامعة قاسم مرباح على تنظيمها، وعلى يعني تم فوز طلبتنا بالمرتبة الأولى. جميل. يعني هذه حملة تحسيسية، حملة تشجير على مستوى الجامعة في المناسبات التاريخية. نعم، جميل، رائع جدا. نعم، حملة تشجير دائما. حملة تشجير يعني كل مناسبة. هذه صور من الميكروفون الذهبي، المسابقة المحلية في الميكروفون الذهبي المؤهلة للمسابقة الوطنية. نعم، أيضا
نعم، هذه كانت صور متنوعة لمختلف نعم، النشاطات مختلف المبرمجة. في الثلاثي الأول يعني. نعم، جميل جدا. توقفنا في مسابقة الميكروفون الذهبي، هذه المسابقة التي ككل موسم تصنع الاستثناء، تصنع الحدث. هنالك في جامعة قاسم مرباح، أعتقد حتى من جامعات أخرى ربما يشاركوا معكم. نعم، هذا الموسم هذه الطبعة السادسة يعني يعني سجلنا تسجيل يعني قياسي. نعم. 68 مؤسسة جامعية من مدارس عليا وجامعات وخدمات جامعية سجلت هذه السنة. ما شاء تم الله. اختيار، ما زال الإعلان يعني إن شاء الله ممكن اليوم أو غدا يتم اختيار. في السابق كنا نختار 6 طلبة من كل فرع. لا يخفى على عزيزنا المشاهد أن الميكروفون الذهبي هي مسابقة في التعليق الرياضي، التعليق الصوتي الوثائقي، والتنشيط التلفزيوني. نعم. يعني 3 فروع. نعم. هذا الموسم إن شاء الله هذه تم اختيار 8 طلبة في كل فرع، يعني راح نزود إن شاء الله 24 طالب في جميل. المسابقة النهائية التي سوف تكون إن شاء الله يوم 10 11 نعم. 12 فيفري. يعني بعد تصفيات نهائية بعد راح تكون تصفيات نعم عن فيفري. بعد. هو المرحلة الأولى تمت عن بعد. سجلنا تسجيل قياسي جدا مقارنة بالمسابقات الوطنية التي تؤدها الحياة الطلابية. جميل. 68 مؤسسة جامعية، الله يبارك. يعني كل مؤسسة جامعية شاركت في 3 فروع، يعني نعم. 6 طلبة. نعم، وأخذت ربما طبعة أو صبغة وطنية. نعم. 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 بالإضافة إلى مسابقة الميكروفون الذهبي كذلك مسابقات أخرى أيضا. نعم، هذه السنة جامعة ورقلة يعني كان لها الشرف أنها سوف احتضنت في 15 16 17 ديسمبر الطبعة الأولى للمسابقة الوطنية للمحكمة الافتراضية. وهنالك سجلنا حضور 18 مؤسسة جامعية. تصفية الأولية، التصفية النهائية تم 6 جامعات، والحمد لله جامعة ورقلة افتكت المرتبة الأولى. نعم، جميل جدا. ننتظر نعم. أخي أيوب، ننتظر المسابقة في فيفري مسابقتين على غرار مسابقة الميكروفون الذهبي في طبعتها السادسة. ننتظر كذلك تنظيم المسابقة الوطنية في الأمن الطاقوي الطبعة الأولى. نعم، قبل ما نتحدث عن هذه المسابقة نبقاو في مسابقة المحكمة الافتراضية، هي الأخرى كذلك. نعم. تصنع الاستثناء وكذلك التميز ككل موسم. أعتقد أنها خاصة بطلبة الحقوق. نعم. نعم. جميل. المسابقة يعني أخي أيوب كانت في طبعتين، الطبعة الأولى والثانية محلية. نعم. والحمد لله يعني نعم. ارتقت أن تكون مسابقة وطنية هذا الموسم. نعم. افتكينا المرتبة الأولى. نعم. يعني بعد حتى جهد المشاهد نعم. ربما نبسطوا له أيضا أكثر وأكثر عن هذه المسابقة، مسابقة المحكمة الافتراضية. يعني الطلبة هم اللي يمثلوا دور مثلا قرعة. نعم. المسابقة المحكمة الافتراضية هي تختلف على المسابقة محامي المستقبل الموجودة في جامعة الواد. نعم. المحكمة الافتراضية هي مجموعة تتكون من 4 طلبة، قاضي الحكم، نائب ممثل النائب العام، ومحامي المتهم ومحامي الضحية. جميل. يعني فريق مكتمل من المحكمة الافتراضية. نعم. وهنا تقيموهم على ربما المرافعات، الأداء، المرافعات والإجراءات القانونية. كيف تتم الإجراءات القانونية بين القاضي، بين النائب العام، بين المحامي. جميل. المداخلات من هو الأول من هو الثاني. جميل. وهنا يعني افتح قوس، يعني أنا لست يعني أستاذ في القانون، فقط أنا في التنشيط الجامعي. نعم. ممكن فقط تصور المحكمة الافتراضية هي التقييم يكون جماعي وليس فردي. نعم. جميل. وتبدأ من الأداء لكل طرف، كيفية الأداء، الإجراءات القانونية، كيفية الإجراءات القانونية، وكذلك اللغة في الخطاب. جميل. نعم. يعني سلاسة اللغة نعم. وكذلك وفي الخطاب والمرافعات يعني. نعم، جميل جدا. وخاصة ربما هي جانب تطبيقي لما درسوه. نعم، ما يدرس في النظري في المدرجات وفي قاعات التدريس. نعم، جميل جدا. سبق لنا هنا في برنامجنا أو في برامجنا في محطة ورقلة أن تناولنا هذا الموضوع. نعم. مع طلبة اللي توجوا بالمراتب الأولى مع المؤطر هم الدكتور بن فردية لما أعتقد. نعم. شيء نعم. جميل جدا. وأجدد شكري له، يعني تعبوا كثيرا يعني في التحضير لهذه المسابقة. نعم، جميل جدا. بالإضافة إلى مسابقة ميكروفون ذهبي، مسابقة المحكمة الافتراضية أيضا الأمن الطاقوي. نعم. الأمن الطاقوي هي مسابقة افتكيناها يعني على مستوى المركزية. يعني هذه السنة ننتظر في فيفري، هي تزامن مع الاحتفال بال 24 فبراير
يوم تأميم المحروقات. نعم. سوف تكون مسابقة في طبعتها الأولى الأمن الطاقوي، يدرس محاور من الأمن الطاقوي سواء في الغاز أو في البترول إلى آخره. جميل. سوف كذلك نستقبل أكثر من 6 جامعات، كل جامعة تضم مجموعة من الفرق ليمثلون الطلبة. جميل. إن شاء الله هذه بدون شك أنها مخصصة لطلبة المحروقات، طلبة الغاز، طلبة الطاقات المتجددة إلى آخره. نعم جميل جدا. كذلك نعرف بأن احنا على بعد أيام قليلة فقط أو أسابيع قليلة عن شهر رمضان المعظم. هل لكم مسطرين برنامج خاص بهذا الشهر الفضيل لفائدة الطلبة؟ نعم أكيد، يعني لا يخلو يعني شهر رمضان من مسابقات ونشاطات خاصة بالطلبة. هذه السنة إن شاء الله مثل باقي المواسم ننظم الطبعة السادسة في مسابقة المحلية فارس القرآن. يعني جميل. كان لنا تجربة يعني سابقة في هذه المسابقة، وهي تستقطب عدد كبير من الطلبة والطالبات في التجويد وترتيل القرآن تحت إشراف مديرية شؤون دينية طبعا بالتنسيق. نعم. وكذلك لدينا مسابقة محلية منشد الجامعة، اختيار في الأداء المنشد الجامعة أحسن الأصوات في الإنشاد الديني طبعا. نعم جميل جدا. إلى إضافة إلى مسابقة نجوم العلوم، وهي مسابقة محلية تهتم بالتكنولوجيات الحديثة والطاقات وكل ما هو علمي. نعم جميل جدا. قبل ما نتحدث كذلك عن البطولات الرياضية، نعم. وقبل ما نتحدث كذلك عن البطولات الداخلية اللي في الإقامات الجامعية، وعلى ذكر الإقامات الجامعية نتحدث عن الخدمات الجامعية والنشاطات المبرمجة في هذا الميدان وفي هذا المجال بالتنسيق معكم كمديرية فرعية. نعم نحن يعني مدينة جامعية، عندما نتكلم عن الخدمات الجامعية أو عن المدرسة العليا بجامعة المدرسة العليا بولاية ورقة أو نعم. جامعة قاسم رباح، نتكلم عن المدينة الجامعية. نعم. نحن ننسق فيما بيننا فيما يخص بعض المسابقات، مثل المسابقة الوطنية يكون هنالك تنسيق تام في الإيواء وفي الإطعام في الوفود. كذلك في التنظيم يعني هم مديرية الخدمات الجامعية مشكورة جدا على ما تقدمه من تنسيق بين الجامعة وبين المدرسة العليا. نعم. فقط يعني فيما يخص الرياضة الجامعية تربطنا فقط منافسات ولائية، تكون منافسة بين الجامعة وبين المدرسة العليا وبين الخدمات، ثم ننتقل إلى المرحلة ما بين المناطق أو مرحلة كذلك الجهوية والوطنية. الرياضة الجامعية كذلك يعني هو باع كبير، يعني الوزارة الوصية على رأسهم مدير الحياة الطلابية هذه السنوات، يعني وزير التعليم العالي، وربما نتكلم حتى على رئيس الجمهورية أنه يريد إعادة بعث الرياضة الجامعية من خلال صحيح. النخب التي نعم. يعني في السابق كانت يعني تولد أو يعني من رحم الجامعة. نعم خزان. نعم خزان. نعم. هذه السنة يعني الحمد لله جامعة ورقة نظمت على المستوى المحلي، يعني المحلي هو جامعة قاسم رباح بين الكليات بطولات محلية في جميع الرياضات طبعا الجامعية بالإضافة نعم. إلى الرياضات الفردية. نعم جميل جدا. نتحدث كذلك نعرف بأن جامعة ورقلة، جامعة قاسم رباح عفوا بورقلة، فيها عديد من الكليات، في العديد من الأقسام، بدون شك أن تحتوي على عدد هائل من النوادي وكذلك من الورشات. نعم أخي أيوب، جامعة ورقلة تضم 10 كليات بالإضافة إلى معهدين. هذه السنة تم اعتماد ما يقارب 57 نادي علمي ثقافي رياضي، من بينهم 12 نادي رياضي فقط. وعندما أقول نادي رياضي يعني كل نادي رياضي موجود تحته مجموعة من التخصصات الرياضات سواء فردية أو جماعية. كذلك النوادي العلمية يبقى تقريبا حوالي 37 نادي علمي ما بين التكنولوجيات ما بين الرياضيات الكيمياء، وكذلك النوادي الثقافية الفنية. وعلى ذكر النوادي يعني هنالك نوادي تضمها الكلية معهدين، وهنالك نوادي تم تأسيسها واعتمادها على مستوى المديرية الفرعية. نعم. وبالتالي تم هذه السنة ولأول مرة اعتماد الورشات، ورشات تكوينية تدريبية للطلبة على مستوى بناية المركز العلمي الترفيهي. ويعني هذا الصرح العلمي هو إضافة حقيقة، إضافة يعني قيمية إن صح التعبير، قيمة مضافة إلى النشاط الطلابي والثقافي، حيث تضم هذه البناية مجموعة من الورشات تم تأسيسها وفتحها هذه السنة لجميع الطلبة في تخصصات مستوياتهم. نذكر على سبيل المثال نذكر ورشة الرسم والفنون التشكيلية،
والخط العربي. جميل. نذكر على سبيل المثال كذلك ورشة الروبوتات والذكاء الصناعي، ورشة الرسم، عفوا ورشة المسرح والسينوغرافيا، ورشة المونتاج والسمع البصري، كذا رواد الأعمال والابتكار، كذلك ورشة الإنشاد والأداء الصوتي. هذه 6 ورشات تم هذه السنة فتحها على مستوى مركز الترفيه العلمي، وهي دعوة من، إن سمحت لي أيوب. نعم تفضل أيوب، لجميع طلبة جامعة غزة البحر أن يتجهوا إلى هذه المركز حتى الانخراط. نعم. لأن ما معنى الورشة؟ نعم. هي أعمال تطبيقية، هي أدوات تم جلبها هذه السنة من طرف مديرية الفرعية، هي في يد الطلبة. صحيح. يعني لصقل وتكوين مواهبهم، كذلك تكوين، يعني كما نعرف أن الطلبة يعني عبارة عن كتل. صحيح. من المواهب. نعم، وفرصتهم أنهم يتأثروا في هذه الورشات وفي هذه النوادي، والإبداع كذلك. نعم، يبدعوا بأفكارهم وكذلك هي فرصة للمشاركة في المسابقات الوطنية التي تنظمها تعدها مديرية الحياة الطلابية. نعم، جميل جدا. وأجمل شيء أن ختمنا به هي هذه الدعوة اللي قدمتها لهؤلاء الطلبة من أجل الانخراط في هذه النوادي وكذلك هذه الورشات. ونحن نتمنى لكم كل توفيق والنجاح إن شاء الله. أستاذ عبد الملك برمكي، المدير الفرعي للنشاطات الثقافية العلمية والرياضية بجامعة قاسم مرباح بورقلة، شكرا جزيلا لك سيدي الفاضل. نعم، شكرا جزيلا. إذا مشاهدينا الكرام، كنا في فقرة في هذه الفقرة تحدثنا عن هذه النشاطات والحيوية التي تميز جامعة ورقلة في مختلف النشاطات الرياضية والثقافية والعلمية. قبل ما نروح إلى الفقرة الموالية ونستقبلوا ضيفنا، راح نستمتع وإياكم بهذه الأغنية للفنان المرحوم إسماعيل بن عزوز. يختلف الناس في مشربي وفي أصل والدتي وأبي، ليختلف الناس في مشربي وفي أصل والدتي وأبي، فإن كنت في منبتي أطلسيا وإن كنت من منبعي يعربي، فإن كنت في منبتي أطلسيا وإن كنت من منبعي يعربي، فالسيان عندي ويكفي بأني ولدت مع الفجر في مغربي، فالسيان عندي ويكفي بأني ولدت مع الفجر في مغربي، ولدت مع الفجر في مغربي، ولدت مع الفجر في مغربي. أشرقت كالشمس فوق الروابي وأفنيت كالدهر ما حل بي، وأشرقت كالشمس فوق الروابي وأفنيت كالدهر ما حل بي، جذوري إلى سدرة المنتهى وفرعي تسامى على الشهب،
جذوري إلى سدرة المنتهى، فرعي تسامى على الشهوب، وديني تدوي عقيدته، ونهج العدالة لي مذهبي، وديني تدوي عقيدته، ونهج العدالة لي مذهبي. فزين عندي ويكفي بأني ولدت مع الفجر في مغربي، ويكفي بأني ولدت مع الفجر في مغربي، ولدت مع الفجر في مغربي، ولدت مع الفجر في مغربي. إذا تحية متجددة لكم مشاهدينا الكرام، نرحب بكم من جديد في هذا المباشر من برنامج مساء الجزائر. الآن مع فقرة أخرى جديدة راح نتحدث فيها عن إحدى الأسماء الأدبية، الأستاذ الدكتور جمال حميداتو اللي نرحب به. نقول لك مساك سعيد دكتور. الله يسعد ايامك ان شاء الله، شكرا على هذه الاستضافه. مرحبا بك ونهنيكم ان شاء الله من خلالكم نتقدم بالتحيه الى المسؤولين على هذه الاذاعه التي اعتبرها انا جوهره ورقله. نعم. لماذا؟ لان لها حركه افقيه دائريه، حركه نحو الجامعه، حركه نحو الشباب، حركه نحو الطفوله، حركه نحو الصحه، حركه نحو المجتمع المدني، وهكذا يعني تدور على كل أطياف المجتمع. وهذا أكبر دليل على أن هذه المحطة تمتلك قوة التسيير الله فيك. وحسن التخطيط. شكرا جزيلا لك دكتور. هذا واجبنا، خدمة الإعلامية العمومية للجميع كما ذكرت في جميع شرائح المجتمع. نحن سعداء اليوم بحضورك معنا، هي فرصة راح نتحدث عن المسيرة الأدبية تاعك وعن المؤلفات. ما شاء الله طيلت مسيرة. شحال دامت مع الكتابة دكتور؟ لا، هي مسيرة فتية. الله يبارك. وستعرف لماذا. نعم بعد لحظات ستعرف لماذا. طيب في البداية حبوا نعرفوا عن دكتور جمال حميداتو. من هو دكتور حميداتو؟ الدكتور جمال حميداتو هو من مواليد 25 جويلية 1963 في مدينة جامعة. الله يبارك. كان أول دخولي للمدرسة في سنة 1968 في مدرسة الهلال التي أسستها جمعية العلماء المسلمين آنذاك. الله يبارك. ثم أكملت مساري الدراسي إلى أن حصلت على البكالوريا سنة 1982. بعدها مباشرة التحقت بجامعة قسنطينة. الله يبارك. آنذاك كان الخروج إلى الجامعة يعتبر حلم، وحلم كبير جدا. تخرج تقصد؟ لا، قبل التخرج، يعني نجحت البكالوريا في سنة تروح تدرس في الجامعة. ايوه، باش نروح للجامعة. نعم. هذاك السفر كان يعتبر حلم، لأن الشباب آنذاك كل من كان يفكر أن يذهب إلى مدينة جامعية ما عليه إلا المثابرة من أجل النجاح. حصلت على أول دبلوم جامعي سنة 86 ليسانس فلسفة. نعم. ثم عينت مباشرة كأستاذ لهذه المادة في ولاية ورقلة. عملت نصف مدتي المهنية في حسن سعود والنصف الثاني في ورقلة. الله يبارك. ما شاء الله. ففي خلال 30 سنة اللي عملتها في التعليم يعني تدرجت في عدة مناصب، أستاذ للفلسفة، ثم ناظر ثانوية، ثم مدير ثانوية، ثم رئيس لمصلحة المستخدمين. الله يبارك. ما شاء الله. وبعدها يعني كان لدي طموح قديم تحرك. عندما تحرك هذا الطموح، وهو يعني أنه لا بد من أحصل على الدكتوراه. كنت هكذا أفكر لا بد وأن أقتحم المجال البحث العلمي بعد انقطاع دام 30 سنة. الله يبارك. بعد انقطاع دام 30 سنة. نعم. فأنا أعتبر نفسي عائد من بعيد. عدت من بعيد. الله يبارك. فقررت في نفسي أن أتوقف عن العمل بتقاعد مسبق. الله يبارك. الآن ما راكش في قطاع التعليم، راك متقاعد. متقاعد. الله يبارك. بتقاعد مسبق من أجل الحصول على الدكتوراه. وفعلا تقاعدت في 31 أوت
2016. الله يبارك. في سبتمبر 2016 كنت مسجلا في الجامعة ماستر تاريخ الفلسفة. نعم. حينما سجلت ماستر في الحقيقة وجدت إحدى طالبات، ممكن نذكر اسمها لعل راهي تشوف الحصة مش عارف، هي من البيض وتدرس هنا في ورقلة، كانت هي يعني الأولى على مستوى الدفعة في سنوات ليسانس كامل. الله يبارك. فأنا بمزحة قلت لها، هي اسمها خمقاني، بل خمقاني مباركة. نعم. قلت لها مباركة أنسي المرتبة الأولى سأخذها منك. فقالت لي بيننا الدراسة. تحدي. إيه تحدي بيننا نعم. الدراسة فعلا. وبدأنا في عامين الماستر، تحصلت هنا على الرتبة الأولى. الله يبارك. ولكن بكم فقتها؟ أنا حصلت على معدل 15.90 وهي 15.88. نعم. أنا ب0.0. نعم. هذا جميل دليل قوتها أيضا. نعم جميل. وكانت محترمة، وهي الآن راهي دكتورة رائع. أيضا. نعم جميل جدا. رفعت التحدي وكسبت هذا التحدي. نتحدث الآن عن بداياتك كيف كانت، ولو أنها متأخرة مثل ما تفضلت وذكرت، مع مجال الكتابة وكذلك التأليف دكتور. في الحقيقة أن قبل ما نروح لهذه المرحلة، بعد ما حصلت على الماستر دركا مازال عندي تحدي آخر. تحدي آخر دكتور اللي هو النجاح في مسابقة الدكتوراه. نعم. فعلا نجحت في جامعتين، جامعة باتنا وجامعة ورقلة في عام واحد. الله يبارك. ففضلت بحكم القرب جامعة ورقلة وبدأت فيها. نعم. فالتحدي في الحقيقة اكتمل في وقته. وبعد 3 سنوات من العمل في السنة الرابعة ناقشت الدكتوراه. الله يبارك. في تاريخ هنيئا لك دكتور. إيه. نعم. سبتمبر 2024. نعم. وهنا يمكن أني نذكر اللجنة اللي شرفت على التكريم لها، اللي شرفت على الدكتوراه تاعي. نعم. لأن شهادتي طيب. توشحت بها. نعم. طيب احنا راح نتحدثوا عن المجال الأدبي تاعك، كيفاش كانت بداياتك، أولى كتاباتك دكتور؟ في الحقيقة أن كتاباتي الأولى دفعتني لها الدكتوراه، لأن لابد أن تشارك في ملتقيات ومؤتمرات وتأليفات جماعية إلى آخره. نعم. فأصبحت أخوض هذه التجربة مع مشرفي أستاذ الدكتور رياض طاهر اللي نشكره من هذه الحصة. بديت نكتب أنا وياه، وبديت نشارك معه في الملتقيات الوطنية والدولية. جميل. وكان نتاج هذه المشاركات مثل هذه الموسوعة الدولية، الموسوعة العربية للدراسات الإنسانية والاجتماعية. نعم. هذه حتى يشاهد معنا المشاهد الكريم هذا المؤلف. نعم. نعم في المائدة حتى يشاهدوا. نعم الغلاف من فضلك دكتور. نعم. هذا أولى مؤلفاتك يعتبر هكذا؟ هذا أول مؤلف جماعي. مش وحدي. هذا مؤلف جماعي ودولي. دولي برقمه الدولي أيضا. نعم جميل. فكان لنا مقال، وإن شئتم أن أقرأ لكم جزء من ملخص عن المقال الذي كتب. ممكن. حتى تكون فرصة أيضا لبقية الأسئلة دكتور، لأن الوقت راه يدهمنا. نتحدث كذلك، هذا يعتبر أولى المؤلفات تاعك بصفة جماعية. نتحدث بصفة فردية، يعني المؤلفات اللي ألفتهم دكتور. مثلا هذا الكتاب ومؤلف اللي راه أمامي اللي تفضل. سليم مسعودي، عالم الرياضيات، مسيرة وآفاق. نعم. هذا العالم في الحقيقة كنت معجب به منذ أن كنت تلميذا في الثانوي، وقد تزامنت معه في الجامعة، قطعنا عامين. الله يبارك. ما شاء الله. وش محتوى هذا الكتاب؟ محتوى الكتاب أنه يتكلم على سيرة هذا الأستاذ، لأنه كان من الطلبة المتفوقين، وهو من الذين كرمهم الرئيس الشاذلي آنذاك. الله يبارك. المعدلات الوطنية الكبرى. وثم رحل لأمريكا، حصل على منحة لأمريكا. جميل. ودرس في جامعة كارنجي ميلان. نعم. ومن بعد اختير فيها كمعيد. نعم. ويعتبر علم من أعلام الجزائر، وحصد جوائز دولية كثيرة. نعم. وله يعني المؤلفات ليست كثيرة، ولكن مشاركاته العلمية كثيرة جدا. نعم. يعني ضخمة نعم. جميل جدا. بصورة لا تتصور الحق. نعم جميل جدا. طيب بالنسبة لهذا الكتاب، شحال استغرق منك من وقت حتى اكتمل دكتور؟ إذا نظرنا إلى صفحاته قليلة 73 صفحة. نعم. وإذا نظرنا إلى المدة فاقت عامين.
استغرق مدة. لماذا؟ لأنني كنت آخذ الأفكار من صاحبها في ذاته. نعم. أنتظره كلما يأتي في عطلة، أزوره في بيته وأجلس معه ولا يعطيني أكثر من 10 أو 15 دقيقة. نعم. لأنه بالرغم من وجوده في عطلة ولكن الهاتف يرن دائما من دول مختلفة. تصور وأنا جالس معه كالوزير من وزراء دولة معينة. نعم. يعني ليس له وقت. ما عندوش وقت. فذلك الذي جعلني أبقى لهذه المدة، كل مرة أخذ منه شيء. جميل. وصفته بطريقتي الخاصة. نعم، جميل جدا. وش من سنة هذا المؤلف؟ هذا المؤلف صدر في عام 2025. نعم، الله يبارك. جديد. جميل جدا. هذا يعتبر يعتبر مؤلف من بين مؤلفاتك كذلك الفردية. وهل كانت الفكرة فكرتك أم اقترح عليك هذه الفكرة؟ والله فكرتي، لأنني هذا الإنسان حببته كرمز، حببته كقدوة، لأن فيه روح الشباب وفيه قوة العلم وفيه محبة العلماء وفيه أشياء يعني من الصفات ما تجعلك وتحبه الله يبارك رغم عن أنفك. نعم. فقلت لماذا لا أكرم هذا الإنسان هذا الكتاب، وهو باكورة أعماله، باكورة الأعمال التي تكلمت عنها. صحيح. لا يوجد كتاب تكلم عنه إلا هذا الكتاب. نعم. وش كانت ربما ردة الفعل تاعو، كيفاش كان التجاوب تاعو مع هذا الكتاب اللي والله ردة فعله كانت نعم. يعني سالم مسعودي. كانت ردة فعله كانت جميلة جدا، لأنه أخذ الكتاب تاعو في هذا الشهر، جاء عطلة، اتصلت به أعطيت له نسخة من الكتاب وكان فرحا جدا وكان مسرورا وقد شجعني على الكتابة، وكان دائما يلح ليس لي فقط، هو علاه أنا كتبت عليه، لأن قبل عامين لما تلاقيته قال لي أنت علاه ما ديرش الدكتوراه، يعني ايش راك دير في حياتك انت؟ حفزك وشجعك في التحدي. قلت راني فيها. جميل جميل فرح. جدا. نعم. هذيك الفرحة هي اللي دفعتني أنا أنني أرد الجميل بهذا الكتاب. نعم، جميل جدا. نعم. بالإضافة، هل هذا الكتاب ربما شاركت فيه في معارض ربما مثلا معرض دول الكتاب أو تظاهرات ثقافية من تنظيم مديريات ثقافة أو جمعية تهتم بمجال الأدبي دكتور؟ في الحقيقة هو مازال جديد الكتاب، يعني ما عندوش شهور من يخرج، لم يشارك. أما الكتاب الأول في الحقيقة أخذ حقه، لقد مررت من هنا ذات يوم في 2024 قدمت الكتاب هذا اللي عندنا تاع ثورة المفهوم عند جيل دولوز، قدمته هنا في هذا الاستوديو، وقدمته أيضا في المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية أحمد تجاني بورقلة، وقدمته في مكتبة المطالعة الرئيسية جروني في المغير. نعم، الله يبارك. وقد نال أيضا في قراءة خاصة مع مجموعة من المثقفين ومجموعة من الأكاديميين. نعم. كيفاش كان ربما التجاوب، كيفاش كان التفاعل خاصة مع النخبة الأدبية دكتور؟ النخبة الأدبية هم تفاجؤوا. علاش تفاجؤوا؟ مش لأنني أنا عالم كبير والله، لا. نعم. أنا لازلت في الطريق. نعم، راح نقاطعك معذرة دكتور، لأنه الآن حان موعد أذان صلاة العصر حسب توقيت الجزائر العاصمة وما جاورها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة.
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده. الجميع بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. إذا نجدد ترحاب بكم مشاهدينا الكرام في هذا المباشر من برنامج مساء الجزائر، ونجدد ترحاب كذلك بضيفنا الدكتور جمال حميداتو. أستاذ، في آخر نقطة تحدثنا عن الإصدارات، نواصل دائما مع الإصدارات. عندنا هذا الإصدار طبعا، حدثنا عن الإصدارات الأخرى الإصدارات الأخرى بقيت جماعية يعني. نعم. ولا قبل نروح للإصدارات الأخرى نتكلم على هذا في أحد اللقاءات حول هذا الكتاب. اختصار شديد لأنه نعم حتى تكون هذا. نعم. كلمني أحد المثقفين الحاضرين. نعم. قال لي: ما كنت أتوقع أن أجد هذا الفيلسوف يؤلف له في ورقلة. الله يبارك. وهذا كتاب محكم بينها يعني بين قوسين. محكم. نعم جميل. محكم يعني مر على لجنة علمية من 3 أساتذة جامعيين. نعم. وأيضا عندنا مؤلف آخر دكتور بالنسبة للمؤلف. الفكر الفلسفي في الجزائر، هذا كتاب جماعي من إصدار جامعة الغواط. نعم جميل. للآن لم أتحصل على نسخة منه، ولكن يعني درنا فيه موضوع حول مفكر الجزائري نايف بالقاسم. جميل. الذي تكلم عن الهوية الجزائرية وكيفية نقلها إلى الكونية. نعم. روحوا كذلك المؤلف آخر، ما شاء الله عليك، راك متميز يا دكتور، يعني العديد من المؤلفات. عندنا مؤلف هذا أيضا. نعم. هذا مؤلف دولي أيضا جماعي، قضايا ودراسات في العلوم الاجتماعية والديمغرافية. هذا كان خاص بمرحلة كورونا. نعم، فترة كوفيد. في مرحلة كورونا عندما أغلق كل شيء في العالم. جميل. يعني بدأ تفكير الإنسان يأخذ منحى جديد. نعم جميل. هذا المواضيع كلها تتكلم عن هذا المنحى الجديد. طيب دكتور، بقى لنا فقط بضع دقائق، هي فرصة راح نتحدثوا فيها بما أنك ما شاء الله مسيرة أدبية متميزة. من خلال تجربتك وش هي النصائح اللي تقدمها للمواهب الصاعدة في الكتابة وكذلك في التأليف باختصار من فضلك دكتور؟ والله هذا السؤال أنا وجهته الأستاذ سليم. نعم. فماذا قال لي؟ نعم. قال: يجب على الشباب البحث والقراءة على الدوام، لا جميل. يتوقفوا. نفس الشيء نقول. نعم. على الشباب والجامعيين خاصة القراءة والبحث على الدوام. رائع رائع جدا. إن شاء الله احنا نتمنى لك كل توفيق ونجاح دكتور. كنا سعداء جدا بحضورك معنا اليوم وتلبية هذه الدعوة، وأنت محمل بهذه المؤلفات وهذه الكتب الجميلة جدا. بزارك إن شاء الله تخمم تألف كتاب آخر مستقبلا؟ عندي 2 جاهزين للطبع. نعم. ولكن مازال ما نتكلموش عليهم حتى نكملوا الرتوشة الأخيرة والمراجعة نتاعهم إن شاء الله. يعني إن شاء الله. نعم، يعني الكتابة ما زالت تستهويك، التأليف ما زال كذلك الحلم، وهذا التحدي ما زال راك نقول لك علاش تستهويني. نعم. لأن الرومان بكري كان عندما يموت الميت يكتبون على قبره: هنا ولد وعاش ثم مات. نعم. اختزلوا حياته في القبر. نعم. يعني عديم الأثر. فأنا من هذا الباب أردت أن يكون لي أثر بعد موتي.
فلم أجد شيئا يذكرني بعد موتي سوى الكتاب. نعم جميل جدا. حاولت أن آخذ هذه التجربة وأخذتها وأنا نعم. الآن في غمارها. نعم جميل جدا. وهل ربما راك منخرط أو مسؤول عن نادي أو ورشة لتأطير هذه مثلا مواهب أو كتاب صاعدين، أو عندك احتكاك بطلبة من أجل أنك تشجعهم على الكتابة عن التأليف وأنهم يستفيدوا من خلال تجربتك دكتور؟ هو احتكاكي في الحقيقة أنا نعمل مع جامعة قاسم مرباح كأستاذ مؤقت. إيه الله يبارك ما شاء الله. فهذه الفرصة أعطتني يعني إمكانية مم. أن أنقل ما أشعر به وما أحس به ومعاناتي، لأن قيمة التعليم قوتها وين؟ تكمن في معاناة الأستاذ، مش المعارف اللي ما عنده وسائط كثيرة وسهلة. نعم تستطيع أن تحصل عليه كيفما تشاء ومتى تشاء، صحيح. لكن معاناة الأستاذ الذي يدرسك هي أغلى شيء. نعم. وحاليا من خلال تفضلت وذكرت أنك تدرس بجامعة قاسم المرباح كأستاذ في قسم الأدب. نعم في قسم الأدب، يعني هي فرصة لا أنك مش في قسم الأدب، في شعبة الفلسفة. الله يبارك ما شاء الله. كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية. نعم. هو التأليف ربما لا يقتصر أو محصور على فئة معينة أو قسم الأدب العربي فقط، بل يتعدى ربما لعديد المجالات بما فيها أيضا المجالات العلمية. يعني من خلال الطلبة ربما اللي تدرسهم ولا حتى الطلبة ربما اللي تعرفهم أنت عندهم هواية هاويين للكتابة والتأليف، عندك احتكاك بهم، عندك مثلا تنقل لهم تجربة، هذيك النصائح ربما تقدموا من خلال مسيرتك هذه الأدبية ولو أنها حديثة مثل ما تفضلت. حديثة جدا. نعم. هو في الحقيقة أنا الاهتمام بالفلسفة وليس الأدب. وفي تخصصي تاريخ فلسفة، ولكن أنا حاولت الآن أن أتجه إلى أخلاقيات الطب. أنا الدكتوراه نتاعي حول أخلاقيات الطب. الله يبارك. نعم. ولا الآن عندي مشروع كبير إن كتب الله العمر إن شاء الله سأستمر فيه إن مت فأتوقف أينما وصلت. ربي يوفقك إن شاء الله. نتمنى لك دوام الصحة والعافية إن شاء الله دكتور. نشكرك جزيل الشكر مرة أخرى على تلبية الدعوة، وإن شاء الله نتمنى لك التوفيق في هذه المسيرة، في هذا التحدي الرائع وكذلك الملهم والجميل. شكرا مرة جزيلا. بارك الله فيك. شكرا دكتور جمال حميداتو. إذا مشاهدينا الأفاضل، قبل أيضا ما نروح إلى الفقرة الموالية رايحين نستمتع وإياكم بهذا العرض المسرحي إبداع من إبداعات جمعية فرقة أفاق الجزائر للمسرح بالغواط. نوصلوا التدريبات نتاعنا اليوم. المسرحيه مسرحيه اميره قمر. كما عطيتكم توجيهات البارح فيما يخص كل واحد والممثل كيفاش راح يمثل، كيفاش يعيش الدور تاعو، وخاصه اكدنا على حاجه اللي هي رفع الصوت. قلنا باللي ماناش الممثل ما يحكيش مع الممثل اللي حداه، بل هناك جمهور، لازم الصوت نتاعنا يكون مرتفع. هذه اول حاجه. ثاني حاجه فيما يخص الحركه، وكنت قبل نروح الحركه كنت هضرت لكم على الصوت، قلنا الصوت يكون مرتفع ويكون من الاعماق باش الصوت يوصل صافي. ثاني حاجه الحركه. الممثل عنده الجسم، كما يقال في المثل، يقال ان الممثل جسمه آلته، ان احسن عليها العزف نجح. كل واحد عنده الجسم نتاعو، كيفاش راح تخدم هذا الجسم بالتمثيل تاعك. شغل انت ماكش كتله فقط، كتله جامده كما الحجره. انت يا عندك جسم ما شاء الله، تقدر تعبر به، تقدر تقفز به، تقدر تجري به. كل واحد يعبر بالجسم تاعو من خلال الاداء الدور والجمله والكلمه. اوكي راح نبدا. انها ازهار رائعه يا اميرتي. اجل إنها كذلك، سأحضر المزيد منها بهذه المناسبة. هاي توقف،
بكثير. أنت تحب الأكل فقط، وهل يوجد شيء أشهى من الطعام؟ إنها أغلى مجوهرة لدي في المحل، سأهديها لأبي الملك عند عودته. يا سلام، يا للروعة، لقد انتهيت من كتابة قصيدتي، سألقيها بهذه المناسبة. أنا شاعر عظيم. لقد انتهيت من كتابة قصيدتي وسألقيها في هذه المناسبة. أنا الشاعر العظيم. يا حراس، نعم سيدي. اسمعاني جيدا، إن هذه المناسبة مهمة جدا. لا أريد تهاون. حاضر سيدي. ولا أريد كسل. حاضر سيدي. لا تخف، لا تخف، قلت لك أن هذه المناسبة مهمة جدا. فيها مأكولات ومشروبات. سيعجب كثيرا بهذه الهدية. أتمنى ذلك يا أخي. وأنت يا بر، ماذا حذرت؟ حضرت استعراضا رائع مع الجيش. وأنت يا أخي ماذا حضرت؟ أنا حذرت قصيدة رائعة. وما عنوان هذه القصيدة؟ عنوان هذه صباح الخير. صباح الخير. عذرا، يبدو أنني قاطعت حديثكم. لا عليك يا قمر. ما بك؟ أردت الذهاب لإحضار المزيد من الأزهار، ولكن لم أجد حصاني في مكانه، فهل رأيتموه؟ أنا لم أره. ولا أنا. حسنا، شكرا لكم. إنه ماذا يا أخي؟ إنه في ساحة القصر. ساحة القصر؟ أيها الحارس. نعم أيتها الأميرة. أعد حصاني إلى مكانه. السمع والطاعة. ومن أخذه إلى ساحة القصر؟ أخذته أنا لشراء بعض الحب لإنهاء قصيدتي. وهل استأذنتني؟ ومن أنت حتى أستأذنك؟ ماذا تقول؟ لا ترفعي صوتك. لم أرفع صوتي. لا قمر. نعم، تحية متجددة لكم مشاهدينا الأفاضل. كنا نتابعوا في بعض المشاهد لمسرحية الأميرة قمر لجمعية أفاق مسرح الجزائر بالغواط. هذه المسرحية أو هذا العرض المسرحي الذي نال المرتبة الأولى في مسابقة مسرح الطفل بولاية قسنطينة. طبعا هذه الجمعية المتميزة في المسرح دأبت على التتويج بالعديد من المراتب وخاصة الجوائز الفردية من خلال نجومية ممثليها وكذلك أدائهم الرائع وكذلك المتميز. نعود نرجع للأستوديو، راح نبقى دائما مع هذا الفن، فن المسرح، للحديث عن المسرح الذي يستوي كذلك فئات وشرائح عديدة من المجتمع، سواء كانوا أطفال، تلاميذ، وأيضا حتى شباب أو شبان. دعوني أرحب بكل من الأستاذة الممثلة المسرحية تحضر معنا الآن. نسرين حوامدي هي ممثلة مسرحية وكذلك طالبة فنون درامية بجامعة ورقلة. أهلا وسهلا بك. مرحبا بك. أهلا بك ونشكركم على هذه الاستضافة. مرحبا، أهلا وسهلا بك. وكذلك نرحب بالممثل المسرحي فارس قويدري. مرحبا بك فارس. شكرا على هذه الاستضافة، بارك الله فيك. أهلا وسهلا بكما. راح أبدأ معك نسرين. نسرين، حدثيني كيفاش كانت بداياتك مع المسرح، كيف كانت ربما كيفاش كنت تنظري للمسرح لأول مرة، ربما شكون اللي شجعك، من حفزك على أنك تقتحمي هذا الفن وهذا المجال، مجال المسرح؟ نعم، بداية كنت كمشاهدة فقط للمسرحيات، ثم التحقت بفرقة عشاق الركح في دار الثقافة مفتي زكريا. ما شاء الله، فئة شبانية
يعني متحمسة للمسرح، هي اللي خلتني وشجعتني إني ندخل في هذا المجال. وبالصدفة جامعة قصدم رباح تفتح تخصص تخصص فنون درامية، وكانت عندي شروط الموافقة إني نسجل في هذا التخصص. جميل. فكنت من أول طلبة للدفعة فنون درامية. الله يبارك. أول مرة وش من سنة أو شحال كان في سنك أول مرة خرجتي في هذه الجمعية، جمعية الركح على ما أعتقد؟ نعم، جمعية عشاق الركح. عشاق الركح. نعم. حوالي 26 28 سنة. الله يبارك. 26 27 هكذا. الله يبارك. ولقيتوا يعني في هذه الجمعية كل ربما المؤهلات اللي تخليكم ربما تفجروا طاقاتكم هذه في التمثيل وفي المسرح؟ نعم أكيد، إنه الفئة الشبانية اللي لقيتها كانوا متحمسين للمسرح ويشجعوا، حتى كان أول مرة وما عندكش خبرة في الميدان يخلقوا لك هذاك الجو تاع أنك تكون شجاع وتكون عندك الثقة أنك تقف على الخشبة وتلقي. نعم. وتمد وش عندك. نعم الله يبارك. روحوا كذلك فارس، نحبوا نعرفوا من هو فارس، كيفاش كانت بداياته مع مجال التمثيل المسرحي؟ شكرا بارك الله فيك. بداياتي مع المسرح أو التمثيل نفسه كنت في سن ال 15 سنة، كنت لقيت عندي موهبة تاع التمثيل، وكنت نخدم فيديوهات ونتفرجهم وحدي، نتفرجهم نعطي لبوي نعطي لما يتفرجوهم. ومن بعد قلت علاه ما نخدم السوشيال ميديا. خدمت السوشيال ميديا وتعرفت على أشخاص، بديت نخدم أعمال إشهارية. ومن بعدها انخرطت إلى فرقة عشاق الركح، هذه الفرقة الشبانية. كانت أول مسرحية معهم اسمها أمانة الأجداد. راية. أمانة الأجداد، مسرحية وطنية. إيه. لعبت ثم دور، ومن ثم استمرينا ما قعدناش مسرحية المسرحية. والتمثيل ننصح بأي واحد، والمسرح ماهوش فقط مكان، هو علاج نفسي. إذا كان مثلا شخص لديه رهاب اجتماعي ننصحه بالمسرح، المسرح ينزع ذاك الرهاب الاجتماعي. جميل جدا. شكرا. يعني بدايتك فارس كانت كصانع محتوى، ثم بعد ذلك انضميت وانخرطت في هذه الجمعية وأصبحت أيضا ممثل مسرحي، وأديت أول مسرحية أمانة الأجداد. أمانة الأجداد. طيب وش هي الأدوار اللي تحب أنك تأديها أو تقمصها فارس في مختلف الأعمال؟ هي أنا منخرط أكثر إلى ستاند اب أو سبيكتاكل، يكون عرض فردي أو كما يلقب بالمونولوج. ولدي كذلك عرضين، عرض اسم عقلية إنجليش، يعني أتحدث إني رحلت كممثل إلى أمريكا وأخذت معي عائلتي وصار اختلاف بين الثقافات. وكذلك عقلية مصغرة. عقلية مصغرة، هذا هم العرضين الذي أحبهم وأعشقهم، وأريد أن أجسدهم كذلك في المسرح وللعائلات. نعم جميل جدا. نقطة مهمة جدا ذكرتها قبل لحظات، أنه ربما عنده هدف المسرح أنه ربما يعالج مختلف العقد أو مختلف الأعراض النفسية. نحب نعرف كذلك ما هي المواصفات التي يجب أن تتوفر في الممثل المسرحي حتى ينجح في جانب التمثيل فارس من خلال تجربتك؟ أولا الممثل يجب أن يستمر على شيئين: الخجل والتكبر. هذهم الشيئين لازم يتخلى عليهم. نعم. كذلك أنا عندما أكون في الشارع أتمشى أشعر بالإحراج، أشعر بشيء في محرج. فإذا ذهبت إلى المسرح ورأيت الجمهور، أرى الجمهور يرى إلي كفنان، ويجب أن أقدم ذلك. صحيح. أقدم ذلك. والفنان لديه كذلك أدوات. أدوات الممثل تنقسم إلى قسمين: قسم داخلي وقسم خارجي. القسم الخارجي يستعمل فيه الجسد والصوت، والقسم الداخلي يستعمل فيه الذاكرة، الاستيعاب، الإحساس. وكذلك القسم الداخلي ينقسم إلى قسمين: قسم وجداني وقسم عقلاني. القسم العقلاني تستعمل فيه الذاكرة والاستيعاب، والقسم الوجداني تستعمل فيه الأحاسيس. يجب أن يلاحظ ماذا يفعل الممثل،
وسنتحدث أيضا عن المسرح. المسرح هو السرح، الممثل يسرح في المسرح. هناك اختلاف بين الكواليس والمسرح. عندما يذهب إلى المسرح هو الآن في شخصية أخرى. صحيح. وكيف يتقمص؟ مثلا سنذهب إلى شيئين. مثلا شخص لو كان لديه اضطراب اجتماعي سيشعر ببعض الشيء داخله، يتذكر شيء سيتقمص الشخصية. لكن شخص لم يحدث له شيء سيخضر فقط إلى لباس تلك الشخصية يتقمصها. جميل. شكرا. جميل جدا. بدون شك تعلمت كثير من المسرح فارس. نروح كذلك لنسرين. نسرين، حدثيني كذلك عن ربما أبرز المشاركات اللي شاركتي فيهم من خلال العروض المسرحية. نسرين. نعم، مؤخرا شاركت في ملحمة أخت الرجال، كانت في المونودراما الدولي للنساء، المهرجان الدولي للمونودراما النسائي بولاية الواد، كانت في شهر ديسمبر. كانت تجربة رائعة جدا. اعتمدنا على السرعة في العمل على خشبة المسرح. كانت أول تجربة لي أنا كممثلة كولوغرافيك سريعة في العمل، لأنه أول تجربة كانت عندنا مع أوبرات وشم على الكثبان، كانت تعتمد على البطء في العمل. لكن لاحظت الاختلاف بين أوبرة الوشم على الكثبان وبين ملحمة أخت الرجال. يوجد عنصر السرعة هذا، يعني كانت أول تجربة لي وكنت في ارتباك. هذه كنت التجربة يعني كنت أول يوم العرض كنت يعني كان خوف نعم. كبير جدا. لكن الحمد لله تواكبت مع الممثلين واندمجت في الكولوغراف تاعي وخدمت خدمة ما شاء الله. نعم، البدايات دائما تكون صعبة. نعم، لأنه كأول مرة أنا أكون ممثلة بالسرعة، كانت يعتمد العرض على السرعة. نعم. وش هي الأدوار ربما اللي أديتيهم من خلال المشاركات اللي شاركتي فيهم في العروض المسرحية؟ تقريبا في دورين، دور الكوريغرافي بين ملحمة أخت الرجال والأوبرا وشم على الكثبان، ودور في الدراما في دور الأم في مسرحية سامي والحلوى المسمومة. واعتقد ان دور الام يعتبر دور محوري في العمل المسرحي. هو يوم الكاستينغ ويوم ايام الكواليس، يعني باش نوزعوا الادوار، المخرج غير دخلت قعدت قال لي انت الام. يعني غير دخلت نعم. قعدت تناقشت مع الممثلين، قال لي حوامدي انت الام مباشره. نعم. يعني قال لهم بدون نقاش هذه الام. نعم، هي فرصه راح ايضا يقودني للسؤال، هل الادوار ربما نعرف بان العمل المسرحي في العديد من الادوار، هل الممثل هو اللي يحب او يقترح انه يمثل هذاك الدور، ام ان ربما المخرج هو اللي يفرض مثلا نسرين انت تأدي دور الام او فارس تأدي مثلا دور الابن او غير ذلك؟ يعني نعم، هي تبقى للممثل وحسب الخبره تاع الممثل، لانه بعض الاحيان المخرج هو اللي يختار الممثل بحكم انه شاف اعماله السابقه. يعني راح يشوف فيه نوع من الاحتياجات اللي يحتاجها المخرج في العمل تاعو ولا في الدور اللي يحتاجه، المواصفات، المؤهلات. وفي بعض الاحيان يكون كاول مره ويبدع في مثلا في الكاستينغ، ولا يبدع في مثلا في تجربه معينه في الكواليس. يكون الاختيار دائما يعتمد على المخرج من الأحسن، لأنه صورة العرض كاملة راح تسقط للمخرج أقبل من الممثل. صح. لكن يسقط الإبداع على الممثل أثناء العرض. نعم. ونعرف مدى، نعم، حثينا عن مدى إقبال الفتيات على الانخراط في المجموعات أو الفرق المسرحية. هل هناك إقبال متزايد للفئة النسوية نسرين؟ يوجد، لكن بحكم أنه نحن في مجتمع متحفظ، وكما نقول احنا كاين بعض من الفتيات تتخوف هذا الامر، ولكن يوجد بعض الفتيات ليس لديها هذا التخوف. لكن ما شاء الله يوجد، يعني على مستوى دار الثقافه وعلى مستوى جامعه قاسم الرباح، بحكم اني رئيسه نادي المسرح والسينوغرافيا في المديريه الفرعيه للانشطه، يعني يوجد اقبال. نعم. يوجد يعني ديما هناك طلب من طرف الفتيات للنشاط في المسرح. نعم، جميل جدا. فارس وكذلك نسرين، ان شاء الله تكون لنا فرصه واحده اخرى نتحدثوا بالتفصيل ان شاء الله عن المسرح وعن اعمالكم ان شاء الله راكم تحضروا فيها ان شاء الله. نشكركم جزيل الشكر سي فارس قويدري، شكرا على تلبيه الدعوه. نسرين حوامدي كذلك شكرا جزيلا على تلبيه الدعوه. شكرا جزيلا لكم. اذا مشاهدينا الكرام، قبل نمروا الى فقره التراث، رايحين نستمتعوا بهذا الفاصل الغنائي للفنان ياسين محبوب.
عالي يحميكي ربي، ماشي عالي يحميكي ربي، جزائر يا بلادي حبك في قلبي، ماشي عالي يحميكي ربي، ماشي عالي يحميكي ربي. زينة الأوطان العالم بيك والهان، زينة الأوطان العالم بيك والهان، غالية في الشان يا الجزائر يا حبي، يا الجزائر يا حبي، جزائر يا بلادي حبك في قلبي، ماشي عالي يحميكي ربي، ماشي عالي يحميكي ربي، جزائر يا بلادي حبك في قلبي، ماشي عالي يحميكي ربي، ماشي عالي يحميكي ربي. وطني حامينا فيك على عزة ربينا، وطني حامينا فيك على عزة ربينا، يا غالي علينا انت تطلب وانا نلبي، انت تطلب وانا نلبي، جزائر يا بلادي. إذا تحية متجددة لكم مشاهدينا الأفاضل. كنا مع هذا الفاصل الغنائي مستمتعين الذي يتغنى بالوطن. بلادي يا جزائر حفظ الله وطننا الغالي عفوا للفنان ياسين محبوب. نعود نرجعوا الاستوديو في هذه فقرة التراث. راح نتحدثوا عن جمعية المنتدى للتضامن والطفولة بالحدب رويصات بورقلة. هذه الجمعية التي تبدع من خلال فروعها اللي راح نتعرفوا عن هذه الفروع، عن هذه الإبداعات خاصة فيما يخص التراث، مع كل من رئيس الجمعية ميلود بن تربح. أهلا وسهلا بك ميلود. السلام عليكم أخي أيوب، شكرا على الاستضافة. مرحبا، أهلا وسهلا بك. وكذلك نرحب بمريم العكراوي، أيضا عضوة بهذه الجمعية وبنادي الصناعات التقليدية بالجمعية. أهلا وسهلا بك. بارك الله فيكم وشكرا على الاستضافة. مرحبا، أهلا وسهلا بكما. سي ميلود، بدون شك هذه الجمعية ما شاء الله ما زالت تهتم بالتراث. حدثنا باختصار موجز عن هذه الجمعية وعن فروعها. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمعية المنتدى لتضامن الشباب والطفولة هي جمعية ذات طابع شباني، تأسست 19 جوان 2020. جمعية المنتدى اللي هي تعتبر المتنفس الوحيد تقريبا لسكان قرية الحدب ببلدة رويصات ولاية ورقلة. الجمعية المنتدى اللي أسست هذا نادي الصناعات التقليدية. النادي اليوم اللي يضم 18 مرأة ماكثة في البيت، بالأخص في صناعة السعف. صناعة السعف اللي رانا كما نعرفوا احنا صناعة السعف كانت منذ القدم، واللي كانت بشكل خاص يعني في كل من قصر ورقلة، قصر العتيق بورقلة وسكان نقوسة وعجاجة والشط، اللي كانت هي مصدر دخل انذاك للعديد من العائلات. نعم. راح نتحدث بالتفصيل عن صناعة السعف.
نعم، هذه الجمعية تضم ربما فروع صناعة تقليدية صناعة السعف، وأيضا عندكم فولكلور. عندنا فرق الفلكلور اللي مثل القرقابو وسيدي حماد، وهذه الفرق اللي معروفه بها ولايه ورقله. اللي جمعيه فعلت هذه الاخرين، يعني كما قلت لك هي تعتبر متنفس الوحيد لتفجير هذا الحفاظ على التراث كذلك. جميل. ما دام تحدثنا عن السعف قبل لحظات، وما دام نشاهد في صور كذلك لصناعة السعف، حدثنا عن هذه الجمعية أو عن هذا النادي أو هذا الفرع في الجمعية لصناعة السعف. أو أحيل ربما السؤال لمريم عكراوي، بما أنك ربما في هذا النادي، نادي الصناعة التقليدية، حدثيني شديدة يعني. الله يبارك. حدثيني عن إقبال النسوة على الصناعة التقليدية، صناعة السعف خاصة. يعني صراحة الإقبال على هذا النوع من الصناعات يعني إقبال كبير وواسع يعني جدا، يعني ما شاء الله. يعني ماذا بينا أن نحافظوا على هذا التراث الثقافي، لأنه هو يعتبر الهوية لولاية ورقلة يعني. ويعني التراث لازم أنه هو الكنز الفريد يربط بين الماضي والحاضر والمستقبل يعني لأي دولة وأي شعب، وخاصة يعني الشعب العربي. بالنسبة لنا احنا يعني كشعب جزائري يعني نصغر يعني بالتنوع والثقافة من أي ولاية يعني. نعم جميل. نعم، حدثنا عن هذه الصناعة التقليدية. ربما وش راكم النسوة هنالك في هذه الجمعية؟ وش يصنعوا مثلا من منتوجات مثل ماذا؟ مثلا مظلة، صحيح؟ ايه مظلة، يعني العديد من المنتوجات المختلفة المتنوعة. نعم جميل. نعم ميلود. نعم كذلك. كما قلنا احنا النساء تاعنا اللي حاضروا اللي 18 مرأة مكتب في البيت، هما اللي راهم دوكا في صناعة السعاف. عندهم كما قلنا الحصيرة اللي هي معروفة قديما، وعندنا المظلة والقفة والسلال، وكذلك حتى من الكسكاس يعني المعروف من قبل عندنا. مدة كما قلنا مدة الإنجاز يعني اللي راهي كل وحدة يعني كما تشوف يعني أصعب وحدة هي دائما الحصيرة هذه اللي تكون المدة تاعها طيل شهر كذا، اللي يعني شفتها في التفاصيل تاعها. نعم. ما دام تحدثنا عن الحصيرة، يعني نشاهد ما هي المادة الأساسية والمادة الأولية للحصيرة؟ يعني المادة السعف، عندنا السعف، وكي تعود يعني عندنا في طريق الزخرفة هذه استعملوا الصبغة تاع الملابس. المادة الأولية هي السعف والليف تاع النخلة، يعني المادة الأولية من النخلة. والجمعية دائما هي الجمعية يعني توفر المواد الأولية لهذه النساء، والجمعية تقوم كذلك بالعرض والبيع المنتجات تاع النساء، هي كمساعدة يعني من الجمعية. نعم، العصيرة يعتبر نموذج من النماذج فقط، وأيضا ربما تبقى أيضا حتى المظلة، مظلة السعف يعني معروفة هنا في منطقة الجنوب الجزائري. نعم. المظلة هي معروفة كما قلت، وحنا درك يعني عندنا نلاحظوا باللي عاد هناك يعني إقبال ضعيف يعني لهذه المنتجات. لهذا الجمعية إن شاء الله تسعى إن شاء الله باش تكون هناك كما قلت لكم مجسمات مصغرة باش تكون كديكور كمزاريات أو كاليكادر لهذه المنتجات للحفاظ يعني باش تعرف بها الجيل القادم إن شاء الله. حتى المشاهد يعرفوا أكثر عن صناعة السعف، مثلا منتوجات تحدثنا عن الحصيرة اللي ربما كاين اللي يسميها الزربيه، وايضا المظله، وايضا حتى قفه السعف. قفه السعف نعم قفه السعف اللي عندها واحد المكانه ما زالت محافظه عليها. نعم الحصيره كما هو قديما كانت تستعمل كجهاز للعروس انذاك وقت كما قلت لك وقت السكان يعني استعملوها عن الزواج. والقفه اللي تستعمل للقضيان، وكاين اللي عدل هذا الحجم الكبير الذي معروف لدى الفلاحين انذاك للتقسيم العادل لمنتجاتهم الفلاحيه. والمظله اللي كانت توقي يعني الفلاح وكبار السن من اشعه الشمس، وهذه كلها مواد يعني كما قلت لكم من مواد من صناعه السعف، مواد اوليه موجوده يعني مواد موجوده على مستوى المنطقه معروفه بها المنطقه، بديل للبلاستيك هذا يعني جميل من التحليل. نعم. مريم، انت راكي انخرطتي في هذه الصناعات التقليديه يعني من خلال الجمعيه، ولكن منخرطه ايضا في الجمعيه. هل يعني مش نعم الهدف تاعكم ربما من اجل المحافظه على الصناعه التقليديه وتوريثها كذلك حتى الاجيال الصاعده؟ ماذا بينا هكاك انه محافظه على التراث والهويه، يعني كما قلت لك يعني انه التراث يعني هو الهويه تاع الجيل. أكيد. يعني التراث يعني هو دائما المرآة التي تعكس يعني الحضارات القديمه واش كانت يعني تدير.
وهذه هي خاصة أن المادة الأولية ربما متوفرة بما أن منطقتنا معروفة صحراوية يعني. نعم منطقة واحات. وهذه المادة الأولية هي من النخلة هكذا. من النخلة يعني. نعم مشتقات النخيل يعني كل شيء من مشتقات. نعم كل شيء موجود متوفر على مستوى المنطقة. نعم جميل جدا. نتحدث كذلك حتى على الطبق. الطبق هذا اللي مصنوع كما قلنا احنا من العودان العصي كما نقولوا احنا تاع العرجون والسعف. وهذا الطبق اللي يستعمل كان وقت فات يعني يستعمل في وضع يعني المكسرات والتمر كذا كضيافه، فهو بديل الصينيه انذاك. بديل الصينيه انذاك. وكما نفس الشيء الكسكاس اللي درك عندنا نشوفوه يعني موجود مصنوع من مواد المعادن اللي كان هو ثاني كذلك من نفس الشيء، نفس الصناعه تاع الطبق، نفس الشيء المصنوع من الطبق. جميل. وكان كذلك كان موجود يعني كذلك الكاس تاع دوك اللي نشربوا فيه الماء الفنجان كما نقولوا احنا، كان كذلك من السعف والاخر، وكان يديروا فيه القطران وكان شيء يعني. نعم صح القنينه. نعم. هل سبق لكم انكم شاركتوا في مختلف المعارض التظاهرات من اجل التعريف بهذه الصناعه التقليديه والترويج لها كذلك؟ كانت الجمعيه في اوت اول مشاركه لها بهذه الصناعات، كانت من خلال المخيم الصيفي المنظم من طرفها بولايه بجايه سوق 2. نظمت الجمعيه معرض داخل المخيم اللي درنا ابواب مفتوحه، اللي كانت هناك اقبال العديد من سكان ولايه بجايه. نعم. نوجه لهم تحيه من خلالكم. اللي لقينا يعني اقبال من طرف المزارعين تاع الزيتون خاصه، اللي درنا معهم تنسيق، واللي كاين اللي داو علينا يعني بالاخص العدل وهذه الامور اللي يحتاجوها، واللي رانا باش نخدموا كذلك. كاين واحد الحاجه اللي يديروها يستعملوها للصناعه اللي يسموه لعصر الزيتون. هذه اللي كذلك اللي عطاونا هما فكره عليها، احنا ان شاء الله راح نجسدوها لهم. يعني كانت عندكم توأمه بيناتكم. كان هو يعني دركا يعني شغل نقول ولينا احنا نصنعوا لهم ونبعثوا لهم في هذا المنتج. جميل جدا. وكانت مشاركه ثاني مشاركه لنا كانت في عيد النخله الطبعه الثالثه المنظم من طرف المجلس الشعبي الولائي لجنه الثقافه. كانت مشاركه بالتعريف بمنتجاتنا احنا كذلك اللي خاصه بالامور المنتجه من طرف النخله، مشتقات النخيل. نعم مشتقات من النخله. جميل. نعم جميل جدا. وكيفاش كان تفاعل الجمهور الزوار، التجاوب تاعهم مع المنتجات هذه؟ يعني صراحه كان الاقبال الثالث يوم نحضروا على الثالث يوم كان اقبال كبير جدا. وين كذلك كاين اللي ناس يعني اللي زاروا الجناح تاعنا ولا باقي الاجنحه اللي كاين اللي اشتاق الامور يعني القديمه، اللي كاين اللي شافها وتصور حذاها خاصه كذكرى. نعم. كاين اللي دا كذكرى، وكاين اللي اقتنى بالاخص المظله. المظله يعني اللي رانا نشوفها يعني اللي هي الوحيده تقريبا اللي مازال موجوده على مستوى ولايه ورقله تستخدم يعني في المنطقه في فصل الصيف. في فصل الصيف اللي مازال تستخدم حتى من سموه الظل تاعها حنين كما نقولوا احنا. نعم جميل. الظل تاعها حنين. نعم جميل. وتعطي منظر كذلك. تعطي منظر جميل جدا. نعم. مريم، حد